أرحب بكم مشاهدي بتوقيت مصر إلى ديوان عام محافظة دمياط، ونحن في ضيافة محافظ دمياط الأستاذ الدكتور مهندس إسماعيل عبد الحميد طه. أهلا بك دكتور إسماعيل، وأبدأ معك من حيث انتهينا قبل قليل من على متن مركب الصيد. دمياط يعني تشتهر بصيدها وصياديها، وعلم المحافظة يشتهر بصورة المركب وذي الشراعين يعني. ورغم ذلك هناك مشاكل كثيرة للصيادين في دمياط. طبعا أهلا وسهلا بحضرتك وبالبرنامج، وبنرحب بيكم في ديوان عام محافظة دمياط. الحقيقة صناعة الصيد يعني جزء من اقتصاد المحافظة، والحقيقة صناعة قديمة موجودة في دمياط منذ سنوات طويلة. الصناعة طبعا حضرتك عارف التكنولوجيا بتتطور وبشكل غير عادي، وبالتالي احنا كمان لازم نواكب التطور دوت. فمن المؤكد ان احنا عندنا الصناعة دي بما ان هي صناعة متوارثة، فاكيد عندنا بعض المشاكل اللي محتاجين الحقيقة نتغلب عليها عشان نستخدم احدث تكنولوجيات موجودة في صناعة الصيد. لان الصيد الحقيقة ما بقاش مجرد مهنة لكن بقى صناعة، وطبعا وجود صناعة معناه إدخال التكنولوجيا. يمكن من بعض المشاكل اللي موجودة عند الصيادين يمكن أكيد اتكلموا مع حضرتك عليها، هي تجديد التراخيص، وبالتالي وجود أجهزة اتصال. الهاتف اللاسلكي تحديدا؟ لا، هو تجديد الترخيص بيشمل الحقيقة جزء من مشتملات التجديد ان يكون معاه هاتف لاسلكي على موجة معينة بتردد معين. الأجهزة ديت الحقيقة بعضهم معاهم أجهزة، لكن الحقيقة الأجهزة دي ما هياش مرخصة، لان ممكن يكون هو شاريها قديمه مثلا، فما هياش مسجله. حضرتك عارف الاتصالات اللاسلكيه دايما لابد ان تكون مؤمنه وعلى قنوات معينه. الحقيقه وزاره النقل وهيئه حمايه الشواطئ واعطاء التراخيص للصيادين الحقيقه بتمر بمرحله انتقاليه في مصر. بدأ يبقى في بعض الشروط، لأن احنا عايزين الحقيقة نطور من صناعة الصيد. زي الدنيا كلها ما بتعمل، ببقى عارف كم مركب خرج من عندي راح في أعالي البحار. احنا هنا بنتكلم على الصيد في أعالي البحار، لأنه طبعا بيخش مياه إقليمية بتاعت دول تانية. احنا بقى عندنا مشاكل كتير جدا، وأكيد حضراتكم تسمعوا عن المشاكل دي. بعض الصيادين بيتم القبض عليهم لأنهم تجاوزوا المياه الإقليمية. احنا عايزين نفتح تشانلز نمكن الصيادين انها قنوات اتصال، وذلك من خلال المعدات اللي هي المطلوب الآن من ده الصيادين. صحيح، معدات باستخدام تكنولوجيا معينة عايزين نطور. ولكن دكتور إسماعيل، هذه المعدات يعني غالية الثمن، ويبدو أن الصياد يتحملها لوحده بدون مساعدة من الحكومة، يعني قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات. طيب خليني أقول لحضرتك، أنا الحقيقة في اجتماعات دائمة مع الصيادين، ويمكن أكيد شيخ الصيادين قال لحضرتك أن اجتمعت بيهم أكتر من مرة. صحيح. والحقيقة يعني خليني أقول لحضرتك أن ثمن الجهاز اللي احنا بنتكلم عليه لا يتجاوز 3000 جنيه. وخليني اقول لحضرتك اني يعني انا الحقيقه ما احبش اقول كده، لكن هو جهاز واحد، ولكن هناك GPS وهناك لا، احنا بناخد الموضوع بالتدريج. لكن احنا بنتكلم على اجهزه الاتصال اللي حضرتك بتتكلم عليها بالتحديد. وهناك متطلبات تتعلق بمراحيض او يعني لا، ان السفينه تكون مجهزه. خليني اقول لحضرتك، لو حضرتك بتتكلم على المشكله بشكل عام، خليني اقول لحضرتك احنا عندنا المراكب بنصيد بطريقه تقليديه، وبالتالي قيمه السمك اللي تم اصطياده بتقل، لان احنا ما عندناش اي نوع من انواع مراحل التصنيع المختلفه على المراكب دي. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نطور المراكب دي. طبعا حضرتك عارف اي حاجه او اي صنعه بيتم تطويرها، اكيد وارثي هذه الصنعه والعاملين بيها والمشتغلين عليها بيبقى عندهم مشاكل في التطوير، وده اللي بنسميه يعني كاستمر ريزيستنس او يوزر ريزيستنس او مقاومه العميل. المقاومه ان انا عايز اغير لحاجه تكنولوجيه، فاكيد حضرتك شايف من وجهه نظر التراث طبعا تاخذ وقتا طويلا، فده بياخد وقت الحقيقه. وانا متفهم دوت الحقيقه. وانا حاولت في الفتره اللي فاتت ان انا اساعدهم بالتعاون مع معالي وزير النقل الحقيقه، وطلعنا لهم تصاريح لمده سنه، جددنا لهم التصاريح لمده سنه. فهم عندهم ان شاء الله لغايه قبل بدء العمل بالقانون الجديد، قواعد الامان الجديدة. وانا الحقيقه برضو الجزئيه اللي يمكن حضرتك سالتني فيها انه لازم ينزل القاهره عشان يجدد او كده، الحقيقه تجديد الهاتف اللاسلكي تحديدا. يعني شيخ الصيادين قال لي انه لكي يجدد الترخيص لابد أن يجدده في القاهرة، وهذه مسافة 4 أو 5 ساعات سفر ومرهقة ماديا وجسديا يعني. طيب هم مبدئيا هم من 2.5 ل3 سفر، مش 4 ل5 بس. يعني مش ده الموضوع. طبعا احنا عندنا هنا وحدة
وعندنا مدير للوحده دي مركز لتجديد التراخيص، وهم كلهم عارفين ان انا الحقيقه قبل التراخيص بتاعتهم ما كانت تنتهي او قبل يتم العمل بالقانون الجديد، انا الحقيقه اديت تعليمات بتواجد كل المهندسين وكل الناس المعنيين والفنيين، وتم تجديد اذا ما كانش كل المراكب فعلى الاقل 90% من المراكب لمده عام لاعطائهم فرصه ل يعني الاعداد للنقله في استخدام بما فيها الهاتف القوانين، اللاسلكي، بما فيها كل حاجه، بما فيها كل حاجه. فالحقيقه برضو الهاتف اللاسلكي زي ما قلنا يعني هو ما هوش غالي الثمن زي ما هم يمكن ذكروا، لكن لا هم تحدثوا عن الحزمه كلها يعني بما فيها خدناها مراحل. ادوات الصرف احنا خدناها مراحل يعني هيتم التطبيق بشكل مرحلي. اكيد. طب هل في تفكير في تقديم دعم مادي للصيادين لمساعدتهم، وخصوصا انهم حسب ما قالوا لنا يعني لا يحققون ارباحا تقريبا في نهايه السنه يعني هو انا مش عارف يعني اقولها ازاي، لكن خليني اقولها بمنتهى البساطه. لو هو مش بيحقق ربح مش هيشتغل في الصنعه دي. ما بقول ما بعرفش غيرها. لا هو يعني هو صانع جيد وصياد جيد، وهنا في مهارات عاليه جدا في الصيد، لكن الحقيقه لا، اكيد الصيادين بيكسبوا، واكيد احنا كدوله مسؤوليتنا ان احنا نزود مكاسبهم ونزود ارباحهم، لان ده بيزود الاقتصاد الدوله بشكل عام. وبالتالي احنا الفرد لما مستوى دخله هيرتفع، الدوله مستوى دخلها كله يرتفع واقتصادها هيرتفع. طيب دكتور اسماعيل، هناك مشكله اخرى تحدثوا عنها وهي نقص الدعم الحكومي، يعني هم ادوات الشبك وادوات الصيانه وما الى ذلك كلها تكلف كثيرا، واحدهم حتى اقترح امكانيه انشاء مصنع لتوفير هذه الادوات بدل من استيرادها من الخارج. هل هذا مطروح على الحقيقه؟ طبعا مطروح على الاجنده ومطروح بقوه. الحقيقه انا اول ما توليت المسؤوليه في المحافظه كان من ضمن المشروعات اللي انا الحقيقه يعني ان شاء الله بعرضها على بنعمل مؤتمر اقتصادي قريبا في محافظه دمياط، بعرض فكره انشاء ميناء صيد على احدث تكنولوجيا في العالم موجود في عزبه البرج، ويمكن ده المكان اللي حضرتك قابلت فيه معظم الاخوه الصيادين. المينا دوت ما هوش مجرد مينا بس للصيد لرسوب المراكب او اقلاعها من المينا، لكن الحقيقه هو كمان في مجموعه من المصانع زي مصانع الثلج، مصانع الشبك، مصانع كل انواع المصانع اللي بتعمق صناعه الصيد. وهنا كلمه تعميق الصناعه يعني ايجاد ابعاد اخرى للصناعه لم تكن موجوده في مصر، لان معظم المعدات دي لا تصنع في مصر بشكل جيد، او ما فيش الصناعه دي مش موجوده في مصر بشكل جيد. احنا عندنا كمان حاجه مهمه جدا، وهي مثلا مهنه ليها علاقه وبشده بصناعه الصيد او بمهنه الصيد، وهي اصلاح السفن وتصنيع السفن. فالحقيقه يمكن ما اعرفش حضرتك جات فرصه قابلت الناس ولا لا؟ تصنيع وصيانه السفن. وصيانه السفن بالظبط. فالاصلاح والصيانه ده جزء مهم جدا. احنا بيعدي علينا سفن جايه من اليونان. الحقيقه احنا عندنا فرصه عظيمه في ميناء الصيد اللي انا بفكر فيه، بفكر في انشائه، ان يبقى عندنا صناعات متعدده كده، بتخلق كمان مهن جديده، بتطور المهن دي، بتستخدم تكنولوجيا بتستخدم تكنولوجيا عاليه جدا. كمان استخدامك لتكنولوجيا جديده ونقل المعرفه ونقل التكنولوجيا ده الحقيقه هيطور الصناعه لوحده. يعني ده اوريدي هيطور الصناعه. طيب دكتور اسماعيل، ايضا تحدثنا في هذه الحلقه الى صاحب مصنع للاثاث وعامل في احد مصانع الاثاث، وهم ايضا لديهم طلبات. يعني صاحب المصنع مثلا طلب مركزا للمعارض بالمحافظة لعرض بضاعته ليراها المشترون ويسوقها، وطلب أيضا مطار وميناء للأفراد. يعني محافظة دمياط بكل ما تساهم به في اقتصاد البلد من حيث الثروات والأسماك والحلويات والأثاث، ألا تستحق مطارا خاصا بها؟ طيب خليني أقول لحضرتك، هي طبعا قبل ما نبتدي بالمطار خلينا نبتدي بالطلب الأولاني اللي حضرتك ذكرته مركز في حديث للمعارض. الحقيقة محافظة دمياط بصدد إنشاء أكبر مدينة أساس في الشرق الأوسط على مساحة 331 فدان، وده مشروع قومي إن شاء الله. يعني أين كل في دمياط الجديدة ولا؟ لا، في دمياط، في مدخل دمياط من القاهرة بين دمياط وبورسعيد في منطقة اسمها شطا. الحقيقة 331 فدان تم تخصيصهم لمدينة دمياط للأساس. احنا بنعمل دلوقتي على التصميم التفصيلي للمدينة، بحيث نحط كمان خطة للاستثمارات في المدينة. المدينة دي
هيبقى فيها 2000 ورشة صغيرة ومتوسطة، ويبقى فيها أكثر من 200 مصنع كبير ومصانع مكملة لصناعات الأساس، زائد أكبر معرض على الإطلاق في الشرق الأوسط لصناعة الأساس على مساحة 110 ألف متر مربع. فالحقيقة دي خطوة إيجابية جدا جدا. أنا طرحت المشروع ده. متى سيبدأ العمل في هذا المشروع؟ يعني بمجرد انتهائنا في خلال فترة قصيرة إن شاء الله، في أقل من شهر من النهاردة إن شاء الله نكون انتهينا من التصميم الداخلي والتصميم التفصيلي. حضرتك عارف عشان تحط ميزانية المشروع زي ده محتاج يبقى عندك التصميمات الداخلية بالكامل، لأن طبعا محتاجين الإنشاءات وتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكل المرافق والطرق. فالحقيقة احنا بنعد التصميم الداخلي والتفصيلي للمدينة بالكامل، وإن شاء الله المدينة دي هتبقى فتحة خير بإذن الله على الشعب الدمياطي في معالجة كل مشاكل صناعة الأساس الموجودة بما فيها فندم أن 100% من مدخولات هذه الصناعة تأتي من الخارج. هل هناك خطة لحل هذه المسألة؟ يعني مصر صحيح. أن يتم مثلا زراعة غابات أو مناطق توفر الخشب لا هو الذي تزداد أسعاره بشكل كبير جدا. يعني أحد من تحدثنا معهم أغلق ورشته بسبب أن متر الخشب وصل من 1500 جنيه إلى 2500 جنيه، يعني تقريبا 100% زيادة يعني. طيب هو احنا لو بنتكلم على النقطة دي خليني أقول لحضرتك احنا في اقتصاد حر، والاقتصاد الحر الحقيقة له معاملات كثيرة. حضرتك عارف وأنا عارف أن كل الخامات بتغلى في العالم كله، ده مش بينطبقش على الخشب بس. لكن خليني أقول لحضرتك أهم من ان احنا نعمل خشب، احنا عندنا ما يسمى تعميق الصناعة اللي كنت بتكلم عليها في الصيد، بينطبق كمان على صناعة الأساس. بمعنى ان في صناعة الأساس انت عندك المجرى مثلا، عندك المفصلة، عندك المسامير، كل دي مستوردة، وبالتالي ده بيغلي المنتج النهائي. صحيح. انا لو قدرت اجيب مستثمرين في المدينة دي، والمدينة دي هتبقى بفكر الاندستريال بارك زي اوروبا، او بفكرة الكلاسترز، المدينة دي الحقيقة لو جذبت استثمارات خارجية وبقى عندك المصانع دي، التكلفة ستسهل هتقل وبشكل كبير جدا، لأن تكلفة هذه الأمور تشمل أيضا نقلها بالظبط كده بالظبط كده، وطبعا تكلفة الاستيراد وخلافه والضرائب والجمارك وخلافه. الحاجة الثانية الأهم من كده، أنا دايما بقول لصغار الصناع هنا إذا اتحدتم وبشكل جيد تقدروا تكونوا شركات، والشركات دي هي اللي تستورد بشكل مباشر الأخشاب، بدل ما يستوردها 1 أو 2 أو 3 أو 10 وهم يبقى عندهم تحكم في الأسعار. فإذا كان الصغار لن يجتمعوا وخلاص ما بقاش في كيانات اقتصادية في العالم، كيانات صغيرة. إذا كنت عايز تعمل كيان محترم لازم يكون عندك كيان كبير، فلازم صغار الصناع يتحدوا، واتحادهم ده هيكونوا بيه شركات. الشركات دي هتتعاقد مع مصانع في الخارج لاستيراد الأخشاب، وبالتالي كمية الهدر في إن يبقى فيه وسيط واثنين وثلاثة عشان صاحب الورشة الصغيرة ياخد الخشب بتاعه مش هيبقى موجود. طب ماذا عن المطار يا فندم وميناء الأفراد؟ المطار أيضا يمكن أن يسهل كثيرا يعني. هو الحقيقة طيب يعني الحقيقة ده طلب مش منطقي، بس يعني خلينا أقول ليه مش لماذا؟ منطقي. يعني أنا زرت العالم كله، في مدن كتير في العالم ما فيهاش مطارات. دمياط يعني مساحة صغيرة جدا، مساحة حوالي 910 كيلو متر مربع، وبالتالي ما هياش مدينة أو محافظة كبيرة. لكن احنا عندنا مجاور لحدود دمياط مطار الجميل في بورسعيد. مطار الجميل، وبالتالي مطار الجميل بيعاد تأهيله في الفترة الحالية وإن شاء الله يفتتح قريبا. كم يبعد عن دمياط؟ يعني أقل من 10 كيلو مثلا من حدود دمياط، أقل هو يمكن أن يخدم ده هو مش ممكن. هو هيخدم بورسعيد وهيخدم دمياط الاثنين. يعني مطار الجميل معمول عشان يخدم بورسعيد وعشان يخدم دمياط. والحقيقة ده يعني ما هياش كل مدن مصر، وإلا هيبقى عايزين كمان مطار في كفر الشيخ، وهيبقى عايزين مطار في الغربية. لا لكن دمياط يمكن طبيعة خاصة بسبب طبيعتها الصناعية والميناء وغيره، ولكن وجود الميناء المطار عندنا ميناء، احنا عندنا ميناء، وميناء من أكبر مواني مصر ومن أهمهم تقريبا على الإطلاق. وحركة الملاحة فيه رائعة، وبيتم تعميق الميناء دلوقتي، وبإذن الله يستوعب سفن أكبر. طيب دكتور، هناك أيضا شكوى، نخرج من الخاص إلى العام. هناك شكوى من بعض من تحدثت إليهم من المواطنين. الخدمة الصحية يقولون إنها يعني متاحة والمستشفيات كثيرة والمعدات موجودة، ولكن المشكلة على ما يبدو في وجود الكفاءات والأعداد الطبية المطلوبة لإدارة هذه المنظومة بشكل جيد. هل هذه بالفعل مشكلة أم أن هناك ربما مبالغات؟
يعني هو انا بس مستغرب ان ما حدش قال لي في حاجه كويسه خالص، لا بس لا. مش مشكله، مش ده الموضوع. خليني اقول لحضرتك، نحن نطرح الأسئلة ولحضرتك أن تشرح الصورة، لا، لأن ربما المواطنون ليست لديهم الصورة كاملة يعني. لا الحقيقة المواطن هو المواطن في الآخر دايما محق، لأنه هو المواطن هو متلقي الخدمة، ولا بد أن نحترم رأي المواطن. صحيح. وبأمانة من التقيت بهم أشادوا بوجود مستشفيات والمعدات، ولكنهم قالوا الخبرات الطبية قليلة وعدد الأطباء أو من يقدمون أو مقدمي الخدمة قليل. طيب خليني اتكلم بمنتهى الامانه في الموضوع ده، لان انا بتكلم مع المواطنين دمياط كمان بمنتهى الامانه زي ما بكلم حضرتك. في ورث تاريخي غير عادي حصل، ان في كل قريه بقى عندنا وحده صحيه، بقى عندنا 179 وحده صحيه، بقى عندنا اكتر من 17 مستشفى مركزي. الحقيقه لما يكون عندك مجموعه من الريسورسز او الموارد وعايز توزعها على مجموعه كبيره جدا من المستشفيات، اكيد هيبقى فيه قصور بشكل او باخر في الموارد بشكل عام، سواء كانت موارد بشريه او معدات. الحقيقه هنا انا مش بتكلم بس على الاطباء، انا بتكلم على التمريض، بتكلم على العاملين، بتكلم على الامن، العنصر البشري، بتكلم على النظافه، بتكلم على حاجات كتير حقيقه. وبالتالي وللامانه الشديده انا لو كنت اكتفيت، بما ان احنا محافظه صغيره، لو كنت اكتفيت بعدد اقل من المستشفيات وعدد اقل من الوحدات الصحيه، وعملت عربيات اسعاف متمركزه في اماكن مختلفه تقدر تنقل المرضى، كان هيبقى عندي توزيع افضل واستخدام افضل للموارد الخاصه بالصحه. ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي. انا الحقيقه يعني بالاتفاق مع معالي وزير الصحه خدت تفويض ان انا اعمل اعاده للهيكله لجميع العاملين بوزاره الصحه في محافظه دمياط، وبالتالي انا مع وكيل اول وزاره الصحه حاليا بنعد خطه لاعاده توزيع الاطباء. يعني في مستشفى حضرتك هتلاقي فيها 17 دكتور في تخصص معين، مستشفى هتلاقي فيها 3. لا انا عايز الحقيقه اعيد ده، وانا الحقيقه بدات دوت. احنا عندنا استشاريين، الاستشاري هنا دايما متواجد في مستشفى معينه. انا الحقيقه خليت الاستشاريين يبقوا منتدبين في جميع المستشفيات، يومين هنا ويومين هنا ويومين هنا. ده الحقيقه يعني برضو اعمالا بمبدا ما لا يدرك كله لا يترك كله. فالحقيقه لا يعني، وهم المواطنين نفسهم الحقيقه يعني كان عندنا مشكله قريب في مستشفى فرسكور، ما فيش دكاتره عظام. الحقيقه هم النهارده باعتين لي على الواتساب وباعتين لي على الايميل بيشكروني أنت على تتواصل مع المواطنين مباشره عبر الواتساب. يمكن حضرتك كنت موجود ويعني شفت يمكن مئات الرسائل. الحقيقه ده حق المواطن، حق المواطن ان يلاقي المسؤول يعني بيتجاوب هذا اسلوب جديد في التعامل بين المسؤول ولكن هل تجد الوقت الكافي لمتابعه كل الرسائل والشكاوى التي تصلك يوميا؟ يعني انا رايت مئات الشكاوى، مئات الرسائل، لم ارى انها شكاوى لكن مئات الرسائل وشكاوى. لا يعني بالعكس انا هل تجد يعني ما يكفي من الوقت لقراءتها والرد عليها؟ الحمد لله انا موجود 24 ساعه بخدم الناس. انا بنام من 3 ل 4 ساعات في اليوم، فده بيكفيني الحمد لله. وانا يعني بالعكس انا سعيد اني بلاقي مواطن بيبعت لي مشكله بعد 5 دقائق بالظبط بقول له المشكله اتحلت. بيقول لي ان عنده مشكله مثلا في المحول للكهرباء، او عنده مشكله في انقطاع المياه، او عنده مشكله في قمامه مثلا موجوده في شارع معين. دي معظم المشاكل يعني. لكن طبعا في مشاكل ما بتتحلش، زي ان انا عايز اشتغل في الحكومه مثلا، زي ان انا عايز شقه. يعني أنا لاحظت أن مستوى النظافة يعني جيد جدا مقارنة بمحافظات أخرى زرناها، ولكن أيضا هناك مشكلة المشاريع التي لا تكتمل. هذه شكوى من قبل مشاريع الصرف الصحي تحديدا ومحطات المياه. يعني قيل لنا أن هناك مشاريع منذ 10 سنوات. يعني صديق لي تحدثني عن مشروع الصرف الصحي في قرية شرمساح. تمام. لم يكتمل منذ 10 سنوات يعني رغم أنه تم. هل هناك جهود لاحتواء هذه المسألة؟ الحقيقة من بعد ما توليت المسؤولية احنا خدنا قرار مش هنعمل أي مشروع جديد إلا لما نخلص المشاريع القديمة. والحقيقة يعني على التوازي بنحاول نبتدي في مشاريع لما المشاريع اللي عندنا توصل لنسبة استكمال أعلى من 50 إلى 60%. الحقيقة بعض المشاريع كانت متوقفة، ودي حقيقة أنا يعني لا أنكر هذا على الإطلاق. من بعض المشاريع من 12 سنة، بعض المشاريع من 8 سنين. احنا كنا أول امبارح بنفتتح محطة صرف صحي. إن شاء الله بكرة صباحا هيكون عندنا 3 محطات داخلين الخدمة. إن شاء الله غدا صباحا إن شاء الله. يعني لو كاميرا حضرتك كنت ترافقنا هيشرفني بإذن الله. في أكتر من منطقة. يعني عندنا في كفر سعد، عندنا في فرسكور، عندنا محطة البستاني، محطة مياه كبيرة هتضخ حوالي 1200 لتر ثانية زيادة عن ما هي بتضخ دلوقتي. الحقيقة كل دي مشاريع قومية كبيرة جدا مصروف عليها يعني عشرات الملايين من الجنيهات، كانت متوقفة لأسباب أو لأخرى. الحقيقة أنا بتواجد دايما جوه المشاريع، وفي نفس الوقت بعمل اجتماعات بكافة المسؤولين، سواء كانوا من مياه الشرب والصرف الصحي، أو من الشركة، أو من الهيئة، أو من الزراعة، أو من الري، من جميع المختصين.
وبنحاول نقعد مع بعض لغايه ما بنلاقي حل، لان بعض الحلول بتبقى يعني مواطن مش عايز يعدي شبكه الصرف من على الارض الزراعيه بتاعته على سبيل المثال، ده بيعمل على توقف المشروع اللي الدوله صرف عليه 20-30 مليون جنيه. فالحقيقه احنا بنجيب المواطنين وبنتعاون معاهم، المواطنين الحقيقه بقى في استجابه لما لقوا المشاريع بدات تتنفذ وبدات تبقى على ارض الواقع في نتائج، الحقيقه كلهم متفاهمين، لدرجه ان في بعض المواطنين في الفتره اللي فاتت بداوا يتبرعوا بارض لانشاء محطات صرف صحي. فالحقيقه انا بحيي مواطنين دمياط، دي فرصه يعني اسمح لي حضرتك ان من خلال برنامج حضرتك ان انا احيي مواطنين دمياط على يعني المشاركه المجتمعيه، مش بس الحقيقه في مشاريع الصرف الصحي والميه، لكن كمان في مشاريع المستشفيات. الناس بدات تتبرع بتكييفات، بدات تتبرع بمراوح، بدات تتبرع باسره، بدات تتبرع باجهزه طبيه. فالحقيقه انا بحيي محافظين دمياط، مواطنين دمياط بالكامل على المشاركه المجتمعيه. لان خليني اقول لحضرتك، اقتصاد الدول مش هينمو فقط بالدعم الحكومي، لكن هينمو كمان بدعم المواطنين ليهم. وده الحقيقه اللي احنا في الفتره اللي فاتت عمالين نتكلم فيه مع الناس. الدوله مش ممكن هتقدر تعمل كل حاجه لوحدها، الدوله محتاجه مساعده المواطن. المواطن هو اللي بيكون الدوله، وبالتالي الدوله مسؤوله اولا واخيرا، وده ليس تنصلا من مسؤوليه الدوله الادبيه والماديه ناحيه المواطن، لكن كمان في مشاركه مجتمعيه، لان المواطن هو خد من الدوله كتير، فلابد عليه ان هو يدي الدوله. الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. انا اللي بشكر حضرتك. شكرا جزيلا، كتر خيرك.